السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم في قناة يوميات هدى. في فيديو اليوم راح نعمل وصفة رمضانية اللي هي وصفة رولي الدجاج بالزيتون. إذا المقادير اللي نحتاجوها الدجاج المفروم، لحم البقر المفروم، الثوم، البصل والجزر والزيتون. إذا نجيبو الورق، ورق الزبدة، نحاولوا نطرحوا عليه الدجاج المفروم ويتلصق شوية في اليدين. راح نبلل يديا بالماء ونعاود نطرح على شكل مربع أو مستطيل. بعد ما طرحت الدجاج المفروم نزيد نطرح اللحم المفروم. بالنسبة لي كل من الدجاج المفروم واللحم البقر المفروم تبلتهم بالثوم والفلفل الأسود وبعض توابل الدجاج والبابريكا والكمون والملح. إذا نحاولوا نطرحوا الدجاج، اللحم المفروم فوق الدجاج المفروم، والأماكن اللي تكون فارغة نحاولوا نحيو اللحم المفروم من الأماكن اللي فيها اللحم كثير، ونحاولوا نخليوها متساوية. إذا بعد ما طرحت الدجاج واللحم مفرومين نجيبوا الجبن الكريمي ونوضعوه بهذا الشكل. هذه الوصفة من الوصفات يعني المعروفة في رمضان، واللي نطبخوها في رمضان بكثرة. إذا زدت ضفت جبن الشرائح، نحاولوا نلفوه على بعضه بهذا الشكل ونضغطوا عليه حتى نخلصوا. أنا تقطع لي هذا ورق الزبدة غيرته فيما بعد، وبالنسبة لهذا الرولي قطعته إلى قطعتين لأنه الكسكاس اللي عندي صغير، فما يزاليش هذا الرولي كبير بزاف. إذا أنا قطعته قطعتين، كل قطعة لفيتها في الألمنيوم. حاولوا بعد ما نغلفوه بالألمنيوم نزيدو نضغطوا عليه يعني نشكلوه على شكل دائري. نحطوه يغلى الآن على النار، في الكسكاس على النار، ونغطيوه حتى يطيب بسرعة. من جهة أخرى جبت الجزر والبصل والثوم وقليتهم في الزيت. ضفت قطعة من لحم الخروف يعني حتى يكون المرق شوية منكه. بعد ما قليت البصل مليح ضفت توابل والفلفل، طماطم المصبرة. توابل هي الفلفل الأحمر، الفلفل الأسود. وبالنسبة للملح ما نضيفوش كثير الملح لأنه الزيتون يكون هو مغلي، غليته مرتين في السكر والماء، ولكن تبقى فيه الملح. إذا الرولي نمرغوه في الفرينة وفي لاشابلوغ وفي البيض. أول شيء مثل ما تشوفوا في الصورة مرغته في الفرينة اللي هي الدقيق الأبيض، زدت له في البيض، وبعد ذلك زدت مرغته في لاشابلوغ أو الخبز اليابس. ندخلوه مليح فيه الخبز اليابس، ونحطو من جهة أخرى الزيت يغلى ونقليوه ونقلبوه حتى يتحمر من كل الجهات. بعد ما يطيب نقطعوه. بالنسبة لي أنا المقطع اللي قطعت فيه تمحالي ما حطيتوش. إذا ها هو الطبق النهائي في الصحن. نزلت الزيتون، بعد نخليوه يطيب حتى يختار المرق نتاعو،
وزينته بالكزبرة والليمون. إذا وصلنا لنهاية الفيديو، نقول لكم شكرا على المشاهدة. نشوفكم في فيديو لاحق، وإذا عجبكم الفيديو ما تنساوش تشتركوا في القناة فضلا وليس أمرا، وخليوا لي لايك. مع السلامة.